اهلا وسهلا بكم متابعينا في موقع تحيا مصر في تغطيه جديده يعني للباص المتواجد على الدائري. زي ما انتم شايفين كده الونش خلاص، دي لحظه يعني زي ما انتم شايفين كده ابتدت الونش جه والباص خلاص يعني بيتحرك. وطبعا لحظات تحت يعني حبس الانفاس، يعني طبعا منطقه زي ما انا ذكرت في كل اللايفات منطقه حيويه ومنطقه مكتظه بالسكان. زي ما انتم شايفين كده الاوناش جت، كان في تواجد سريع بصراحه حصل من يعني رجال الامن كانوا موجودين لحظه بلحظه، اهو زي ما انتم شايفين بيوجهوا اهو علشان الناس ما لا قدر الله ما يحصلش اي حاجه. يعني كل الناس لسه داخله معانا في تغطيه حصريه من موقع تحيا مصر للباص اللي ارتطم برصيف الدائري. الباص المتجه من المرج كان نازل نزله احمد عرابي المهندسين، ارتطم طبعا برصيف الدائري وحصلت الحادثه والتصادم الكبير ادى الى انه دخل في البيت زي ما انتم شايفين كده. الاوناش والاوناش جت يعني دي اللحظه اللي الناس مستنياها، لحظه تحبس الانفاس علشان ترفع الباص. وزي ما انتم شايفين الناس كلها واقفه، مشهد يعني مشهد عجيب. ما مشهد ونش تاني برضو جه اهو، قلقانين الناس، قلقانه لا ترفع الباص ينزل اصلا. وطبعا نزول الباص ده هتبقى فيه خسائر فادحه يعني للبيت طبعا وواجهات العمارات والباص نفسه، يعني خسائر ماديه كبيره. الحمد لله ربنا سلم وما كانش فيه اي حاجه، ما فيش اي خسائر على الحمد لله ما كانش فيه اي اصابات. ولكن زي ما انتم شايفين كده يعني المشهد ده لحظات تحبس الانفاس بما تحمل الكلمه من معنى. دلوقتي المعضله ان الباص اهو متعلق في الهواء وفي البلكونات. ازاي رجال الاطفاء بقى والحمايه المدنيه، يعني في مجموعه كبيره، يعني في الاسعاف موجود بصراحه. التواجد هنا على اعلى مستوى، كل رجال الامن ورجال المطافي ورجال الحمايه المدنيه، يعني والاسعاف والشرطه كانت موجوده منذ اللحظه الاولى طبعا. بس طبعا الكوارث دي علشان ما تتكررش وما يكونش يبقى فيها بشكل تاني، اللي حاصل ان ما فيش رصيف، ده اللي ذكرناه وما زلت بذكره وما زلت باكد عليه. ما فيش رصيف، لو كان حتى في رصيف خرساني على الاقل كان الباص زي الحوادث اللي بنشوفها على معظم الطرق، كان الباص يعني تصادم في الرصيف وما كانش وصلنا ان هو يخش البيوت بالشكل ده، ما يوصلش انه يخش البيوت بالشكل ده. زي ما انتم شايفين اهو دخل في البلكونه.
يعني دي اللحظات الاولى لسحب باص الدائري. طبعا الواقعه هيتم تسميتها كده النهارده، ده الباص الخاص بالدائري. الطريق الدائري اتقفل، وادي الونش، لحظه دخول الونش اهو. الناس اللي بتسال فين، دي نزله احمد عرابي المهندسين من الطريق الدائري. ادي الونش داخل اهو. ان شاء الله باذن الله اهو الطريق ابتدى. الطريق الدائري برضو للناس اللي على الدائري، الطريق ابتدى يتفتح اهو من عند نزله احمد عرابي المهندسين. وادي الونش اهو داخل. الونش بيبتدي يقترب من الباص، ورجال الحماية المدنية هم بيعلقوا الباص ان شاء الله. يعني دي طبعا دي المشاهد، دي مشاهد حصرية، المشاهد دي حصرية لموقع تحيا مصر. طبعا دي اللحظة الأولى اهو. اهو طبعا الاهالي بتسقف، الاهالي بتسقف. يعني زي ما انتم شايفين كده الحمد لله الباص طلع بخير، والاهالي تحت بتسقف. مشهد قلب مشهد، يعني زي ما انتم شايفين كده المشهد قلب بمشهد فرحه، والاهالي بتسقف والناس بتزغرط تحت من الباص. الحمد لله ربنا رجعه بالسلامه، والباص طلع من الحادثه على خير. واهو يعني المشهد يعني ايه، ابص الاهالي بتسقف وفرحانه وبيصفروا ان الحمد لله ان الباص طلع بخير. ورجال يعني الحماية المدنية قدروا ان هم يخرجوا الباص من البلكونه. وادي طبعا الدمار بقى اللي خلفه الباص. وادي البلكونه اللي انتم شايفينها، دي بلكونه واقعه. ادي الناس هي بتسقف ان الحمد لله الباص رجع وخرج. يعني مشاهد مختلطه هنا في بشتيل، في نزله احمد عرابي بالتحديد. ادي الباص ادي الباص ادي يعني للناس اللي لسه داخله معانا، ده الباص اللي كان موجود على الدائري، وتم طبعا يعني الباص عمل حادثه واصطدم باحد المنازل وكان معلق لمده ساعتين. رجال الامن والحمايه المدنيه نجحوا ان هم يخرجوا الباص. طبعا الاسعاف موجود ورجال الامن والشرطه موجودين. وادي البلكونه اللي هو ارتطم فيها. بص دي البلكونه بقى عشان تبقى عارف، دي البلكونه، مش عارف هي هتبان ولا لا، بس دي البلكونه. يعني دي البلكونه اهي. ربنا يستر بس البلكونه دي ما تقعش على حد. ادي اهي البلكونه اهي في الوجه. وادي السائق اهو بياخد اوراق السائق بقى دلوقتي اهو. ده السائق. ده السائق المتسبب في الحادث.
وطبعا ده الونش اللي هيرفع الباص. طبعا ده هيبقى اشهر باص موجود خلال الفتره الجايه. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. البلكونه الحمد لله، الحمد لله البلكونه وقعت، الحمد لله. يعني ده المشهد زي ما انتم شايفين كده. ده المشهد، ده مشهد باص الدائري. ده هيبقى اشهر باص موجود يعني، لان حادثه بصراحه كان شكلها غريب وعجيب، حادثه خياليه. لو حد يعني شاف المشهد وان الباص معلق لمده ساعتين وان الباص دخل في البلكونه، يعني لو بتحكي لحد الحكايه مش هيصدق. ولكن خش على اتفرج على اللي حصل بالتفصيل على صفحات موقع تحيا مصر. هتلاقي كل التفاصيل منذ اللحظه الاولى واحنا بنرصدها لحضراتكم الى ان الباص الحمد لله ما كانش فيه خسائر. يعني يعني ده الحاجه اللي انا ممكن اقدر نطلع بيها، يعني من لطف ربنا حادثه بالشكل ده فضل معلق ساعتين، ولكن من لطف ربنا ما فيش حاجه حصلت وما فيش حد حصل له اي خسائر على خسائر بشريه، وده الحمد لله. ودي من قدره ربنا سبحانه وتعالى ان مفيش احداث حصلت مفيش احداث حصلت لاي حد، وما كانش في خسائر لاي حد الحمد لله. وده من لطف ربنا برغم ان الحادثه كانت كبيره ومخيفه ومرعبه، ولكن الحمد لله عدت على خير. ولكن بقى تعالى نستفيد، والناس اللي نستفيد من الدرس القاسي اللي حصل ده. الاناره، وجود سور. يعني الناس اللي بقى لها سنتين ثلاثه بتعاني ان ما فيش سور زي ما انت شايف اهو. لو كان في سور ما كناش وصلنا للمشهد اللي انتم شفتوه ده. على الاقل كان خفف الضرر وكله بقدر الله. لكن نستفيد من اللي حصل، وان شاء الله انا متاكد ان يبقى في ارشادات، لان المشكله اللي بتحصل كل يوم اللي الناس اللي بتسمعنا شايف الرصيف الصغير ده اللي واقف عنده العربيه بتاعت الشرطه اهي، عربيه الشرطه والرصيف اهو. الرصيف ده ما حدش بياخد باله منه يا جماعه. اهو الرصيف ده، اهو الرصيف ده بيحصل عليه كل يوم حوادث. ليه؟ هو رصيف صغير من التراب مش باين، فالناس مش واخده بالها ان في رصيف، فهو بينزل النازله يروح داخل في الرصيف ده. لا قدر الله بقى في اللي بيتقلب، في اللي بيلحق نفسه، في اللي عربياته بتتبهدل، في الكاوتشات عربيه بتتبهدل، يعني على حسب اللي بيحصل. ده بقى يومي، ده يومي. شاف الرصيف الصغير ده بيحصل عليه حوادث يوميه، حاجه كده الناس خلاص هنا اتعودت، بقت لايف ستايل. يعني حادثه بتحصل على الفطار وعلى الغداء وعلى العشاء، انما ما بتحصلش بالشكل الكبير بتاع النهارده. فاللي جاي يعمل او اللي جاي يعني يطلع بدروس مستفاده من اللي حصل النهارده، من الدرس الصعب اللي حصل النهارده، لازم يبقى في رصيف، لازم يبقى في اشارات، لازم يبقى في اناره علشان ما نوصلش للمشهد المرعب ده. يعني حياه الناس غاليه، وانا متاكد ان النهارده الموضوع ده هنطلع منه بدروس مستفاده. اكيد الموضوع ده وصل لكل المسؤولين، لان باص الدائري ده الناس هتفضل تتكلم عنه شويه، الباص المعلق على الدائري ده. يا ريت، عشان يعني تخيل، بص شايف ده، لا قدر الله كان ممكن ينزل على حد. هو الحمد لله ما نزلش على حد، انا بطمن الناس، والحمد لله ما فيش بس شايف كل الخرسانه دي كانت لا قدر الله ده ممر مكتظ بالسكان، ولانه على سلم دائري الرئيسي بتاع بشتيل، الناس طالعه ونازله من عليه. لا قدر الله كان ممكن ينزل على حد او على دماغ حد. فالموضوع مرعب ومحتاج نظره علشان الامور دي ما تتكررش تاني.